ليش أصعب شي بالعلاقة؟ إنه نقول الحقيقة مثل ما هي. تعرف إنه أكتر المشاكل بالعلاقات سببها إنه ما منقول اللي جواتنا عن جد. أصعب قاعدة وأهم قاعدة بالعلاقات الصحية هي لا عن الحب ولا عن الرومانسية، هي ببساطة كيف منقول الحقيقة مثل ما هي، بس بطريقة إنه الشريك يفهمها وبأكتر قدر من اللطف والمحبة. اليوم رح نحكي عن ليش عادة منقول شي ومنقصد شي تاني، وكيف فينا نغير هالعادة ونصير نحكي عن اللي جواتنا بصدق. أنا معتز بلا سبب، وهاد بودكاست عن الحب والعلاقات، عنا نحنا وعن الناس اللي حبيناهن واللي لساتنا عم نحاول نفهمهم. القاعدة الأولى لأي علاقة صحية إنه نحاول دائما نقول الحقيقة يلي عن جد حاسين فيها ونوصلها للشريك بطريقة يفهمها، يعني بأكبر قدر من اللطف والتهذيب اللي فينا نجمعه. بس شو بصير بالواقع؟ نحن عادة نعمل العكس تماما. بنقول مثلا ما بيهمني امتى بترجع، رح أكون نايم على كل الأحوال. بس بيكون القصد إنه الواحد يقول كتير مشتاق لك وعم بزعل إنه كل الوقت عم تقضي مع رفقاتك. أو منموت من القهر ومنصرخ بوجهن فل روح انقلع ما بدي شوفك. بس اللي عن جد جواتنا إنه أنا مرعوب من قديش صرت بحاجتك ومعتمد عليك، ووجودك صار أساسي بحياتي. أوقات نعمل مشكلة على السياسة، بس يلي بدنا إياه بالحقيقة مجرد ضمة أو حضن. أو بنعمل قصة طويلة على التأخير مثلا، مع إنه يلي مزعلنا إنه رجعوا ما سألوا عن يومنا، إنهم ما خطر عبالهم حتى يسألوا كيف كان نهارك. كل اللي كنا حابين نسمعه هو كلمة كيفك أو كيفك، شو صار معك اليوم. نخلق مشكلة بأي تفصيلة، بس جواتنا في شعور بعدم الرضا، لأنه في بعد، في مسافة، في برود عم يتكرر، لأنه عم يحسسونا كل مرة إنه ما بدهم يقربوا علينا. جواتنا كل هالقساوة لأنه أحيانا ما عم نعرف نعبر عن الألم اللي حاسينه. تسأل حالك ليش ما منقول الحقيقة مثل ما هي؟ ليش ما منقول يلي عن جد جواتنا واللي قاصدينه؟ الموضوع على فكرة مو بسيط ولا تافه. نحن ما تعلمنا نحكي بصدق ولطف، لأنه بصراحة ما شفنا حوالينا حدا بيعرف يعمل هيك. بيقولوا كلام قاسي. الكبار بحياتنا كانوا أوقات يقولوا كلام قاسي، مثل مثلا كبرت وصرت شنتير، دبر حالك لحالك مثلا. بس بالحقيقة ممكن كان قصدهم إنه أنا بحاجتك تضل قريب ويا ريت تحكيني أكتر حتى لو كبرت وصرت مسؤول. بس ممكن ما عرفوا كيف يعبروا بطريقة ناعمة أو صادقة. أوكي طيب، هلأ كبرنا، شو فينا نعمل؟ شو لازم نعمل؟ برأيي أنا نجرب تجربة. كل ما بدنا نقول أي شيء جرب حولها لشيء ألطف وأقل قسوة. يعني مثلا بدل ما أقول خلصني من هالحكي ومن رفقاتك التافهين، بوقف هيك للحظة وفيني بدلها وأقول حاسس حالي متجاهل ويمكن شوي غيور من الوقت اللي عم تقضيه معهم. أو مثلا بدل ما تقول ما بدي شوفك بحياتي يا لئيم، أو ما بدي شوفك بحياتي يا لئيمة، بدلها بحاسس حالي متضايق كتير وهالشي مخليني بدي أخذ مسافة، يمكن لأني خايف أو خايفة إنك تتركني، وهيك وهكذا. باختصار ممكن نحسن حياتنا العاطفية كتير إذا وقفنا بلحظة أساسية وسألنا حالنا لو بدي أكون صادق ولطيف ومهذب شو لازم أقول هلأ؟ وصدقني هذا الشي عن جد ممكن يغير حياتنا. بالتالي فالموضوع مو إنك ما تعصب أو تخبي زعلك، الموضوع إنك تعرف توقف وتقول في شي مضايقني، في خوف، في حاجة لاهتمام، بدل ما تهرب من مشاعرك وتطلعها بطريقة بتوجع الشخص التاني. صدقني الصراحة مع اللطف حتى لو صعبة هي أكتر شي ممكن يقوي علاقتك ويخليها تعيش. طيب هات تشوف، اكتب لي بالتعليقات آخر مرة قلت الحقيقة مثل ما هي شو كانت وشو صار بعدها. أنا معتز بلا سبب، وبشوفكم بالحلقة الجاية. سلامات.